نبي من أجمع عليه از باجار امام جامع وقتا کو چتا ایرشی مکر چتان ایرشی مکر عملوی داری رابونگی در کتن باجار امام جامع در خستن لأنه رحم ولا ناکر يعني نا جن نا زوروك نا بيك هذا اسمه نافلتيا كي بقرطانا دكشتنجي شارجي كرنجي دكرن ام رابونج باجار امام جامع در کتن امات نوی داری من هال باجار کوبن رو نشتینه مال ما گی تالان کردن تشتک نیستم چطور آتنا خاطی چه مال هبو گی کتنی گی برن گی تالان کردن و تالیجی دست به گورستان شهیدا کردن يعني گورستان شهیدا و گورستانانا يعني حتى يعني گورستانا ده ترسن حتى جهستی امری ما ترسن يعني و شهیدانا چه زن بابان هیو قصه يعني تربیه وان تشتی وان گی خراب کردن تشتکل سر هف نیشتن گی تواب تربیه وان دمراندن يعني واجی نگونه حرامه يعني کد بیا مسلمانی دعوت کن دین دعوت کن کد بیا مسلمان چرا وی کاری کن تاریخ داد عالم ده دینه ده کسی حرب به تربارا کریه و تربیه شهیدات تشتکی مقدسه يعني ناوی مری تربان هلوشینی تربا بده مرینی تربگی دمراندن تشتکل سر نیشتن با شهیدی مبون با شهیدان ای باجار امام جابون ای برخوادان بون مری قمیشه و شهیدان نا بری وی رنگل سری شهیدا بکیل سری تربیوان بکین تربیوان رد حربه و دعویت کنه باور قانونيا عالميا دوليا حقوق انسان قبول نوبه واتشتا يعني واتشتا واري واني تربا بالدامرين الدامر بكن لممجاجي كرن لباجاري عفريني كرن باجاري عفريني جوجي تركس بارداني جي تقلا كرن هستمستي ميرجي عرضه داخسن او تش دامره او تش وجدانه يعني في كوريد كن نا حقوق انسان نا عالم نا دولات جدي بينن كسي وان بس كده نبي مش كوريد كنا وحيان هاجي كوري بردوام دكنا الباجاري ممجي انسان دغرن انسان داوين حبسه ظلم وزورير سر ملتي ممجي جيد كنا باش خور تي باتشيرنا بتشكل باتشيرنا نظام جماعه جور خبرتم تي اختي ام اتصال بون رادمنت بزياده الظلم لسر ما كان الباجاري ممجي انسان دغرن فديه خوازن وياكي تشكي حالي خير رند من دارن مالي ويجي تالان دكن مال ملك تشتك بعالم اذا نيشتن اللي بيدرين عالم يومي ما رشوره بزلم وزور برسر ما هي با چطانه نوا که یعنی دولت چکله که تشکیل دولت چکنه که تشکیل حقوق انسان يعني بري و ببنه تي انسان لغتي البوان تنيه تشتك تدين تمسلموني دور وان جي تنيه گیش کراتن نظام ترکی وان دعم دکی ترکی قوات دیوان دشینیل بدره برد عالم برد دنیا باجار سوری دولت سوری گی خراب کرد ترکی سبب ما به دولته گوگی وانی خراب کرد تشتک سرم نیشت برق شهید چه برق عالم تمام دا يعني كي تركي سببه ونها مرسله باجاري من جاي مرسله حرت استرخا قبول كرنا الظلم وزور وطالاني حرتش ديوان نيشتن سر هفده بس لازم هيرو قبول نكل سر تربي خوش شهيدا يعني راستي جي تركمان جي نيف شهيدي ماذا هنا وعرب جي هي وكرد جي هي حر مكون نيف يعني شهيدي اخوانا نيف وتربانا دا وتربانا جي دامران لازم باجاري من جاي حرتش استرخا قبول كر فيتشي قبول ناكي وكدهات الرياكة عيدي كدهات الرياكة مناسبة هم جيت شنا سر واتربانا جي شمع دات نبي خستن مرزلي وان جيت شاكري بود تحس كرت درباسة مرزلي وان باباي بس في أبيج مرة صورت أوي در خستن في عيدي يعني راستي آر بندري مرات كافي مري سر قبول ناكي مري تاليجي يعني كي تشبكي مري كي جلي خاب تشرين يعني باز ظلمه جيل سر تربية شهيدة به لازم ملتي ممجي جيشتي شراكي جي أنا تركمان جي عرب جي كرد هي لازم قبول ناكي زلمة جي قبول كي لازم الزلمة سر شهيد قبول نابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زرقاء مسلم مجلس المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي مقاطعة الفرات كوباني. طبعا ام كيرو لسر تشبيجنا لسر تعدي هانا كل سر تربان دكن دين الإسلام ده يعني إكرام الميت دفنه برجشكي كنت التعدي هنا تشل إساني هوني صاغدكي نفس الإمرية يعني رب العالمين دي كتاب ياخذ بيروز بيتش بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سورة إسراء آيات حفتي. طبعا رب العالمين ده برضه باليتك وتشق يعني إنسان لجمع رب العالمين مكانات يخير بلنده. طبعا وكنا تشبر خلق كرنا يجي عن بحيوانات النبات هنا كائنات أدنى بس ولكن مكانات إنسان جمع رب العالمين برا البلنده. فلذلك پیغمبر عليه الصلاة والسلام جت حديث خدا دبيجي يعني إنسان چه إنساني هوني مري هيك وكسك هستي وبشكل النفسي إنساني هوني صاغ بشكل. فلذلك لازم إنسان حرمتي تربان إيه مريان
يعني كوك نيزكينا بتعدون لنا كجمارة كنا كسر رابط تربان بشكينا نوبة يعني بفكرن كويسان بلا تربكة بكة إساني تضايع بلا بكة الوادنا بلا جامران دكين معني بتشتي شيء جامر شيء ما نقي وكمري صورة بيجي مع الفرق أقدر كتشوتي أم دومش نوب أم دومش ألوي رويا نوبن شتوني أم كدومش هوا كمري وادنا ببنا فلذلك الجام رب العالمين دي إسلام هذا خط أحمر بالأخص إساني هون مري ومرزال يعني طبعا فضل تشتاد إسلام ده وقت كتب إكرام الميت دفنه هو كشتو إنسان مر لازمة جدا دفن بك تربيك وإكرام جورة طبعا ما الشهيد يعني كوكو مرن أو تشتوني درجة بلند الشهيد ما كتب الشهيد بيت تشبه حسب دار جنات ما عدا وني كأزنا شاش بم حفتي شخصي أو حفتي حزاري بخرج مغلبات خا دبا ودنا جنات بحسب يعني مريئة أو ما كانت ده حسيب ده بس يعني فا أم كده شو بيجنا جنا زاني را فا هنا كان بالنبي إسلام يتخازن تشويه إسلام بكن دبيان أم جيش الحرة يعني هنا كانت دولة الإسلامية دورن تربية وميرزالكو أصلا إسلام ناس كربة إسلام فعم كربة زان بيان إنسان مري أو الشهيد منزلي خال جم رب العالمين فر بلنده وانا إن هذا دعايات إذا ما ذكر كر يعني كرب العالمين شقص إنسان فضل كريه وبلند كريه يعني نوبه بتشي شكلي بس أمنا شو بيجن أخوي إسلام الرش بكن ببنر أم مسلمانن أم دارن تربي وانا اعتداء دكن دشكينن بتشاوي ما أم بيجن وقت أنا كوش بريك وأم هات وجريو وانا مرزالي ما جي خرابه وبس إيشنا أوي المسلمان ببرك جيش كل سروي كفري تشكر به إن لله وإنا إليه راجعون نا آياتك قرآن نأي هون يجي ركرنا الله أكبر يا الله محمد يعني أصلاً أونا نا دينا نا إنسانية الجمع. في الآونة الأخيرة صرنا نشوف عمليات تخريب متكررة على مقابر عوائل الشهداء في مناطق شمال وشرق سوريا على يد الفصائل الموالية لتركيا واللي اليد تدعمها تركيا وهذا الشيء غير مقبول ونحن كمجلس عوائل الشهداء ندين ونستنكر عمليات التخريب التي تحدث في مقابر الشهداء في منبج. في هذه الظروف قام تتعرض المقابر تحت يد الفصائل المعارضة الفصائل التابعة لتركيا لتخريب القبور وتكسير المزارات. طالب المجتمع الدولي بالتدخل لتوقيف هذه المجموعات الإرهابية المسلحة عن تدمير مزار عوائل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم في سبيل تحرير هذه الأراضي من داعش. تركيا ضد الإدارة الذاتية لا تريد أن تسمح بمشروع الأمة الديمقراطية ويهدفون إلى زعزعة المنطقة وشد الفتنة فيها. نحن كمجلس عوائل الشهداء ندين ونستنكر الجريمة البشعة التي قام بها مرتزقة الاحتلال التركي وهي تخريب مزار الشهداء في مدينة منبج وتخريب أضرحة الشهداء. ونقول للمرتزقة تخريب أضرحة الشهداء لا يعني مسح كل ما قدموه هؤلاء الشهداء ونحن كلنا فخر واعتزاز بشهدائنا مهما خربتم أيها المرتزقة ونقول لهم باقون على عهد شهدائنا وأفعالكم لم تكسرنا بل زادتنا قوة وأسرار. تبعت مسيرة النضال ومسيرة شهدائنا الأبرار وأن هذا العمل لا إنساني لا يليق بالمعايير الأخلاقية والإنسانية ولنيتنا من مواصلة عوائلهم عوائل شهدائنا الأبرار في مواصلة طريقهم. نناشد المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بوضع حد لهذه التصرفات الدنيئة بحق أضرحة شهدائنا الذين كان لهم الفضل من رجز التنظيمات الإرهابية.